إلا كان الأذان هو صوت الإسلام ونداء للصلاة والعبادة، فالمئذنة هي رمز للإسلام ورمز لوجود المساجد. غير كنشوفوها من بعيد كنعرفوا بلي ديك البلاصة راها جامع. فالقصه كتقول ان الفكره ديال المئذنه جات من شحال هادي، فاش كان بلال اللي هو اول مؤذن في الاسلام، فاش كان كيبغي يأذن كان كيطلع فوق شي بلاصه عاليه بزاف وعاد كيأذن باش الصوت يتسمع مزيان ويجيو الناس كاملين للصلاه. واول مئذنه كانت دارت في الاسلام دارت في عهد معاويه بن ابي سفيان، ومن بعد المسلمين بداو كيبنيو وكيتفنوا في بناء المآذن، وبدات كتبدل من عصر لعصر ومن ثقافه لثقافه، وكانوا عندها بزاف ديال الادوار من غير انها كيأذنوا فيها باش يجيو الناس يصليو، فكانوا كيبرحوا الناس باش يجيو يتجمعوا، ولا بات شي واحد كيعلموهم في ديك المئذنه باش كيتسمع الصوت مزيان والناس كاملين كيسيقوا الخبار. ومازالت هذه العاده لحد الان في القرى في المغرب مازال كاينه. الا مات شي واحد ولا كان شي جمع باغيين يجمعوا الناس فكيطلعوا لذاك الجامع وكيف المئذنه وكيخبروهم، يعني كيبرحوا ليهم. واهم حاجه هي انها مازال رمز للاسلام في جميع انحاء العالم. في اي بلاصه مشيتي في بقاع العالم غير كتشوف المئذنه كتعرف انه جامع ديال المسلمين.